والآن بعد ما تحقق في غزة من وقف لإطلاق النار والبلاغ الذي صدر عن المملكة المغربية، نطالب بجلسة تضامنية مع فلسطين ومع غزة. ثانيا السيدة الرئيسة، في اللجان يقع ضغط كبير من أجل التشريع، خاصة بلجنة العدل والتشريع. ملي كيمشي لمجلس المستشارين ما كاين لا ضغط لا والو. وبالمناسبة كيوقع التأجيل في اللجان، التأجيل اللي كيجي من طرف الحكومة ما كنعرفوش كاع الأسباب ديالو. حنا غير الثمن اللي درنا اللي قالنا الرئيس، أي تأجيل ديال اللجنة كيطيح على المجلس 200,000 درهم، على الأقل نديروا غرامة لهذا الوزير اللي غادي أخرنا على الأقل هذه المدة هذه. ثالثا بالنسبة للأسئلة الآنية، ما كاين مشكل في كل جلسة كاين أسئلة آنية تتقدم بها الأغلبية وكتجاوب عليها الحكومة، ولكن اليوم الظاهرة هو أنه كاين فريق كيدير الأسئلة الآنية فقط ويتم التجاوب معه، وكلها أسئلة لها علاقة بالانتخابات. يجب أن ننتبه لهذا الأمر. المادة 163 قطاع الصحة كله مشلل، والمكتب وافق على المادة 163. شكرا. البرلمان المغربي كنا نتضامن مع فلسطين، وأنا أجدد تضامن فريق الأصالة ومعارضة مع القضية الفلسطينية. والقضية الفلسطينية قضية شعب وملك، وقضية فلسطينية هي قضية أولا لاحظنا أن عندما كان هناك وقف إطلاق النار، الشاحنات الأولى المملوءة بمساعدات هي شاحنات مغربية بأمر من جلالة الملك. إذا المغاربة كاملين أغلبية ومعارضة، شعب يؤمن لا الدين ديالو فيه قضية فلسطينية. شكرا سيد الرئيس. كنظن تفضل سيد الرئيس. شكرا السيدة الرئيسة. أولا الملاحظة الأولى وهو في إطار النظام الداخلي، نقاط النظام اللي كيتفضلوا بها السادة الرؤساء لا يجب الرد عليها. فعلا القضية الفلسطينية لا مجال للمزايدات، ولكن كل واحد من الموقع ديالو كيقوم بالدور ديالو. المسألة الثانية السيدة الرئيسة، هذا المجلس عنده مهام رقابية. هذه الجلسة اليوم ديال اليوم الاثنين هي من المهام الرقابية ديال البرلمان، لكن الأهم وهو اجتماعات اللجان. اليوم كاينين اللجان اللي ما عقدوش ولو اجتماع واحد في هذه الدورة مورا قانون المالية. لا يعقل عدد طلبات كثيرة ديال السيدات والسادة النواب. واش اليوم هاد اللجان ما بقاو ما يديروا؟ نساليهم ونحلهم ويبقاو يناقشوا غير قانون الماليه فقط. ما يمكنش الانضباط ديال الوزراء في قانون الماليه وخارج قانون الماليه، وكاين مواضيع اللي هي مهمه ما كيجيوش. وبالمناسبه كنشكر لجان اخرى اللي قامت بمجهود في هذه الدوره وعدد اجتماعات اللي كبير، والاغلبيه يترأسها المعارضه. ولهذا اليوم خص تفعيل النظام الداخلي، لان اللجان تجتمع تحت اشراف المكتب، والمكتب يجب ان يتحمل مسؤوليته مع اللجان وعقد ندوه الرؤساء لحل هذا المشكل. شكرا سيد الرئيس. حضرات السيدات، اخواني اخواتي الحضور الكريم، القضيه الفلسطينيه قضيه امه، ونشكر بهذه المناسبه جلاله الملك صاحب المبادره ولجنه القدس وكذلك بيت المال القدس المسلمين اللي سهرت، وكنشكر المغاربه اللي استعملوا في صمت. الملايين اللي مشات وفي صمت، ما عملناش رويطه هنا ولا جانا يهضر، عطى داك الشيء ومشى لله لوجه الله بدون مزايده سياسويه. وهاد الناس هادو كنشكرهم كثيرا، وكنطلبوا من جهه الملك الاستمراريه، الله يجازيه بخير في هذه الاعمال الخيريه، ولا شك لا يتردد كل المحطات جهه الملك المغرب واقف بدون فيسبوك، بدون خطابات، بدون اي شيء، رغم الهكويا السيناريو الى اخره، ولكن المغرب يشتغل في الصمت وبحكمه وباخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، وكنشكروا على الحكومه على الصمت ديالها، وما عمرها سكتت وما عمرها جات اللور. وشكرا. شكرا سيد الرئيس. كما قال الساده الرؤساء، ليست مجالا للمزايده، هي قضيه ملك وشعب، وجلاله الملك كيقول لك هي قضيه في نفس المستوى ديال الوحده الترابيه وديال القضيه الوطنيه. نحن نتساءل، من شي واحد كيقول لك شرويطه، انا كنقول له انت هو الرئيس ديال لجنه الصداقه المغربيه الفلسطينيه، شنو هي المبادره اللي دارت 15 شهر والاعتداء على الشعب الفلسطيني؟ ولا مبادره.
نحن نطالب هذا المجلس أنه يعقد جلسة خاصة بالقضية الفلسطينية. غير معقول الشعب كيخرج في أكثر من 70 مدينة مغربية اللي خرج فيها المظاهرات، واليوم يحتفل الشعب المغربي بوقف إطلاق النار، والبرلمان الذي يمثل الشعب المغربي. أيننا نحن كبرلمانيين وهذا المجلس وهذه المؤسسة من القضية الفلسطينية؟ ومول الرئيس تاع اللجنة يقول لنا شنو دار. شكرا سيد. في قضية تعيش في وجدان كل مغربي ومغربية، وماشي من أخلاقنا أننا نتزايدوا في قضية مثل هذه في مستوى قضيتنا الوطنية. واليوم طبعا كانوا برلمانيين، احنا ممثلين الأمة، ممثلين جميع المغاربة اللي كلهم هذه القضية الوطنية والقضية الفلسطينية هي في وجدانهم، وحنا عندنا كل الثقة في القيادة الرشيدة ديال بلادنا في كل ما تقوم به حماية لحقوق الفلسطينيين وحماية التراث ديالنا في العاصمة ديال القدس، وغنبقاو دائما جنود مجندين وراء هذه القضية هذه. ولا مجال في افتتاح جلسة أسبوعية عادية لمثل هذه المزايدات. وشكرا. شكرا سيد الصوت كاع السادة الرؤساء اللي دخلوا في القضية الفلسطينية، والكل يعلم أن القضية الفلسطينية راه قضية المغاربة كاملين، لأن المعارضة تزايد على الأغلبية والأغلبية تزايد على المعارضة في قضية مصيرية وهي قضية الشعب المغربي، وجلالة الملك حطها في المرتبة الأولى مع القضية الوطنية. هذا ماشي موضوعنا، أنا اللي بغيت نتكلم عليه واللي كيبقى فيا واللي خلانا حنا كبرلمانيين نملوا حتى من نجوا لهذا البرلمان، لأنه ما عندنا فيها غير كنضربوا التصاور ونقعدوا ولا نفعل شيئا. حنا هنا خاصنا نفرقوا بين جوج المسألة. اتصلت الله يجازيك بخير. اسمع لي الله يخليكم شوية الهدوء خليوا السيد النائب يكمل. يجب أن نفرق الله يجازيكم بخير بين الأغلبية الحكومية والأغلبية البرلمانية. نحن هنا ماشي محامون ديال الحكومة، نحن هنا ممثلين ديال الأمة، ويجب أن نضع قضايا الأمة في صلب الاهتمام ديالنا. وإلا بقينا غادي نتزايدوا بحال هكا راه الانتخابات يبدو على أنها اقتربت والتسخينات بدات. هذا الشيء راه ماشي من مصلحة البرلمان وليس من مصلحة المواطنين اللي انتخبونا وداروا الثقة فينا. الله يجازيكم بخير. راه هذه المزايدات هذه راه ما غتوصل بنا إلا للطريق. شكرا سيد نائب. شكرا.